ده جزء من اللي بيحاول يعالجوا الذكاء العاطفي، واستخدام كلمه علاج هنا استخدام حقيقي، وبيعالجوا لان دي مشكله. موظف عندك بقى بعت لك ميل وانت ما رديتيش عليه، هو خمن ان حضرتك هتمشيه. يا ابني انت جبت الكلام ده منين؟ وهو ممكن يبقى بالنسبه لك هو احسن حد عندك. الله يفتح عليك، انا ما كنتش فاضي ارد. لما هي ما كانتش فاضيه ترد، هو فسر على انه ايه؟ مش معبرانه وهتمشيني. فمين اللي جاب التفكير ده؟ هي قالت له كده، هي دماغه اللي جايباه كده. وبالتالي ده تخيلي بقى في موقف زي كده هو بيفسر ده كده، في مواقف تانية بيفسر على انه ايه. دي الاشكاليه اللي بتحصل للاشخاص بسبب اللو ايموشنال انتليجنس. لما بيكون عنده الا في الذكاء العاطفي هتلاقي معظم التفسيرات اللي هو بيفسرها ما يعلم بيها الا ربنا. ايه بقى التفسيرات المنطقيه اللي احنا هنبقى بنفسرها لما يكون عندنا ذكاء عاطفي؟ جايز تعبانه، جايز مشغوله، جايز عندها حاجه، جايز النت قاطع عندها، جايز عند حد في مستشفى. هفسر كلها تفسيرات ريليتد بايه الظروف اللي ممكن تكون فيها انا لا اعلم عنها شيء. او ما انا لما اكلمها حضرتك مالك تقول لي انا كنت نايمه وتعبانه، ده احتمال من ضمن الاحتمالات اللي انا فسرتها. لما زنقني انا في احتمال ان هي هتمشيني، انا ببقى قاعد لحد لما ترد عليا انا مش على بعضي. بالاضافه لكده انا عمال اتخانق مع كل الناس اللي بيتعاملوا معايا لان انا مش على بعضي. انا مش على بعضي هنا في الموقف ده. طب ايه ذنب الشيخ ان انا بزعق فيه؟ طب ذنب يسرى ايه ان انا ما بردش عليها؟ طب ذنب نوع ايه ان انا تجاهلتها خالص وسبتها؟ هنلاقي انه ده كله بيحصل بسبب حاجه هيدن احنا كلنا مش شايفينها، اللي هي لها علاقه بايه؟ بان انا قلقان انه حضرتك تمشيني من الشغل، فاقوم انا نتيجه الموقف الافتراضي اللي انا افترضته ده انا ماشي عمال اخبط في خلق الله وبخبط فيك انت شخصيا. ده جزء من اللي بيحاول يعالجوا الذكاء العاطفي، واستخدام كلمه علاج هنا استخدام حقيقي، وبيعالجوا لان دي مشكله. دي مشكله، هي انت مش مريض نفسي او عندك مشكله نفسيه، هي دي مشكله محتاجه علاج، لان دي بتاثر على جوده حياتك وعلى انتاجيتك وعلى الناس اللي بتتعامل معاهم.